الله الرحمن الرحيم. اليوم طبقنا سهل وبسيط وطيب كتير مثل أطباقنا اللي بنقدمها بالعادة. بدي ساوي أنا وياكم باتي فور بتقدم مع القهوة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بالبداية شوف أنا وياكم المكونات سوا. في عندي هون بالبداية قشر بردقان، طبعا الباتي فور حيكون بنكهة البردقان. في عندي 3 بيضات مقاس وسط، 3/4 كوب من السكر مقدار 170 جرام، كوب ممتلئ من الطحين مقدار 260 جرام، في عندي زبدة مقدار 230 جرام. هدول هن المواد يا طبق اليوم. مثل ما ملاحظين هلا انا جبت العجانة، وبهي المرحلة بدي استخدم ايد الحفاقة. طبعا الزبدة بدرجة حرارة المطبخ انا طلعتها قبل بوقت. بالبداية بدي احط داخل العجانة الزبدة والبيض وقشر البردقان والسكر ودوبهم كتير منيح. بعدين بالمرحلة الثانية بحط الطحين، وطبعا بدي بدل الايد، نعود ما احط ايد الحفاقة بدي احط ايد العجانة. عجينة الباتي فور صارت جاهزة. شوف انا وياكم القوام بهذا الشكل اللي شايفينه، طرية كتير. كرمال هيك انا بدي استخدم كيس الكريمة. هلا بدي اعبيها كيس الكريمة وبعدين بدي شكلها على شكل اصابع. القطع صاروا جاهزين بهذا الشكل مثل ما ملاحظين. انا مبعدة بين القطعة والثانية. يعني هلا بدي احطهم بالفرن، طبعا بده يتضاعف حجمهم. شعلت الفرن قبل بوقت على درجة حرارة 180، شعلت من فوق ومن تحت، وبدي احط الصينية بالرف الاوسط. هي الكمية كلها بعد ما شويتهم طلعوا تقريبا 190 قطعة. بصراحة كمية كتير كبيرة، بس سويتهم بكوب واحد من الطحين. هلا بدي انتقل انا وياكم لمرحلة التزيين. في عندي هون 200 جرام من الشوكولا، بدي اخذ مقدار ربع كوب من الحليب وبدي ادوبهم مع بعضهم البعض بحمام مائي. بعد ما احطهم بالشوكولا اللي دوبتها السائلة بدي ارش عليهم جوز هند او حبات من السكر شوكولا او حبات من السكر الملونة، او بامكانكم ترشوا عليهم اي نوع من المكسرات كمان بصير، بس هدول انا لقيتهم حفاف شوي. طبقنا صار جاهز بهذا الشكل الحلو. بصراحة كتير طبق مميز وطيب. في هون حبات انا دهنتهم بالمربى، مربى الفريز، وبعدين حطيت على وشهم جوز هند وحبات من السكر، والباقي عملته بالشوكولا. كتير طيب مع فنجان القهوة. شوف انا وياكم قطعة سوا. شايفين كيف طرية وهشة. بتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، واذا حبيتوا مثل عادة ما تنسوا تعملوا لي لايك. اللي اول مرة بيتابعني بتمنى يشترك بالقناة كرمال يدعمني. كمان لا تنسوا تفعيل الجرس كرمال الفيديوهات الجديدة توصلكم، ولا تنسوا تتابعوني على الفيس وعلى الانستغرام. وشكرا كتير على المتابعة.